هم ازاي عينوا الكابتن محمد رمضان مدير كرة، مع ان هم لما مشوا سيد عبد الحفيظ قالوا احنا هنمشي سيد عبد الحفيظ عشان خاطر هنعين كوادر شابة. ده حتى عينوا خالد بيبو اللي اكبر من سيد عبد الحفيظ بسنة. بعد كده الكابتن محمد رمضان جه اللي هو اكبر اللي هو اصلا اكبر منهم هما الاثنين. يعني انت شايف يا حمدي اللي انت متضايق من القرار؟ لا بالعكس، انا بقالي 3 4 ايام عمال اصوت عايز مدير كوره عايز مدير كوره. ولما خالد بيبو برضو جه، يعني انا عارف شخصيه كابتن خالد بيبو محترمه وكده، ف يعني الكرسي اللي هو قاعد عليه ده ما كانش ينفع معاه خالص مع شخصيته يعني. فلا كابتن محمد رمضان ده لسه هحكي لكم. كابتن محمد رمضان لا ده من قرار ممتاز، بس هي الفكره اللي هو ايه بيجي لك اسئله كده اللي هو انت يعني انتوا قلتوا هنمشي سيد عبد الحفيظ عشان خاطر هنعين بعد كده كوادر شابه. طب فين؟ ما علينا. دلوقتي الكابتن محمد رمضان مدير كرة رسمي الحمد لله. يا سلام يا جماعه، عايز اقول لكم على حاجه بجد، احنا جمهور بيفهم. جمهور الاهلي ده بيفهم. خسرنا بطوله ايا كان بقى القصه فيها ايه، تمام. اول حاجه ركزنا فيها مدير كوره، احنا عايزين مدير كوره. انا طلعت وكذا حد طلع واسلام مهدي وكذا حد طلع، تمام. احنا عايزين مدير كوره، عايزين مش عارف ايه، عايزين ولازم الاداره فيها مشاكل والمدرب مش عارف ايه. بس ركزنا على حته مدير كوره، لان انا شايف في شعر بيتصبغ، شايف في كتل عضليه عماله تخس، شايف في سهرات، شايف في اخد مراتي واروح عند المطعم بتاع تامر حسني الجديد، اروح مش عارف عند مين، اروح عند سين، اروح عند صاد، وفي ليله كبيره كده مش حلوه. ده يا جماعه، ده انا الاستاذ المحترم الصحفي خالد الاتربي، انا فوجئت ان هو قال امبارح حاجه جننتني. بيقول ان هو في مره من المرات شاف حسين الشحات بيعمل اعلانات لشرابات على الفيسبوك. المصدر خالد الاتربي مش انا. فاحنا حسينا ان في هبل بيحصل، تمام. فبالتالي ده قرار مناسب جدا. وكمان بقى جابوا مين؟ جابوا الكابتن محمد رمضان. عمال اتكلم بقالي دقيقتين وما قلتلكوش مين محمد رمضان. الكابتن محمد رمضان اعتزل سنة 94. وعايز اقول لكم حتة كده، يعني قصة بسيطة كده. طبعا كلنا واثقين في صالح سليم، كابتن الكبير صالح سليم، وكلنا واثقين في المنتاليتي بتاعته. فلك ان تتخيل ان الكابتن محمد رمضان لما اعتزل، اول ما اعتزل على طول الكابتن صالح سليم بعدها مثلا بشهر شهرين، الكابتن صالح سليم سنه 94 قرر بتعيين محمد رمضان، كابتن محمد رمضان مدير كره. ومن بعدها بقى ايه، صفحه النجاح اتفتحت بالنسبه للفرقه وبالنسبه للكابتن محمد رمضان. اذا لما يكون الكابتن صالح سليم كان رئيس النادي الاهلي ساعتها، لما ياخد قرار زي ده تعرف ان اللي هو واخد واحد ذو شخصيه صارمه. ولا في بقى لاعب كرة هيقول له يا فنان، ولا في لاعب كرة هياخده ويتصور معاه سيلفي، ولا في لاعب كرة هتصاحب عليه، ولا الجو ده، تمام. ده شخص صارم، 1+1=2، تمام. ملوش اي علاقة بالسوشيال ميديا، مش بيتكلم كتير، تمام. اخرك هتتعامل معاه على الواتساب. يوم ما انا هقول له انا بعد اذنك بس يعني هروح اعمل كذا، انا كلاعب كوره بص انا خفت ازاي. بروح اقول له اطلب منه مثلا حاجه معينه، كاعتذر هسافر هعمل اي حاجه، الموضوع هيبقى صعب. وده اللي انا عايزه، وده اللي احنا كلنا عايزينه، وده اي جمهور بيفهم في الكوره وجمهور اهلاوي عدى عليه سنين وركزوا على الحته دي قوي هيقول لك لا ده قرار صارم. والغريب كمان ان عشان كده كنت بقول ايه، جمهور المحدث في تشجيع النادي الاهلي. انا بشجع الاهلي بقالي 30 سنه، فاذا بقول لك ان القرار ده صح. عشان كده بقول لك الجمهور المحدث. اللي مضايقني ان في مجموعه من الصفحات اللي هي اللي فيها ادمنز، ناس يعني مش عايز اقول كلام يعني يضايق، بس يعني بقالهم فتره، يعني فتره قليله بيشجعوا الاهلي لسه، يعني جداد على التشجيع وكده، بيقولوا مين محمد رمضان. لا محمد رمضان انا بقول لك اهو، انا اهلاوي اخوك، انا اهلاوي اخوك، بشجع الاهلي بقالي 30 سنه، بقول لك لا محمد رمضان ده شخص تقيل جدا جدا جدا، وبيفهم في الإدارة وبيفهم كويس جدا جدا جدا. اطمن، وقرار الصائب مليون في المية.
أراك لاحقًا.